الحوت هو راه خصنا نوقفو تما، خصنا نوقفو على ديك الحوت والصباح ما يدخلش ديك الحوت، وحتى إلا دخل يدخل بواحد القانون، وديك القانون حتى يبيعوا الناس اللي بايتين في البحر كيطعنوا ومن يساليو البيع اللي بقى يخصو شي حوت يديه من الكاميون. إلا ما كانتش هاد الشروطات عاود راه نوقفو ما يدخلش ديك الحوت على المرسى مرة، وهذا هو تنظيم الخدمة. غادي نجيب حوتي كنطلبوا في قانون عندهم هنا في هذا العريش نظام واحد خصو يكون شنو هو الكارتي في الراديو انا خصني باقي جايب ربع ساعه نديكلاري المركب فلان فلاني ماجي عنده الحوت شحال الله اعلم، اجي اخي تنزل حوتي وحسبه. هذه النقطه الاولى، ديكلاراسيون الحوت خاص تكون واجبه وضروريه. الثانيه انسان يديكلاري حوتو عندك تدخل سلاح 50 واحد 90 واحد 100 اللي عندك في الباركو 350 350 450 450 150 150 50 50 اللي عندك خصك تقيد. وانتم خصكم تضربوا على راسكم، لانه علاش؟ نعطيكم مثال، اما عندكم بزاف ديال الرياس خرجوا دابا لانتريت مخير فيهم ما عنده والو. موجه لي لك اخي كل احترام اسئله طرحتيها كامله علينا كامله كتقبلها كلشي يعني تقبل الكلام ديالك. هنا كيبقى القرار ديالك انت بلا ما تسنى هذا يقول لك ولا هذا يقول لك ولا هذا يقول لك. واحد الحاجه ما عجبتكش يعني سيدي انت كتطبقها، ما حنا ما غنتكلوش على الف، غنتكلوا على واحد يعني انت اللي مترأس علينا بلا ما نبقى نخلقوا المشاكل مع بعضياتنا سي مرضي. يعني واحد الحاجه اتفقنا عليها ومن الاحسن تكون مكتوبه موقعه مواضيع. وكنزيد الموضوع ديال الامن ما كايناش ممارسه نهائيا. شي نهار يقتلنا شي واحد تما كتنزل الحوت ديالك كيجيو عليك تما بالجناوه بالمصيبات. هادو جوج المواضيع طرحتيهم وهذا الموضوع كنجيدو انا كتكتبوا ونسناو عليه كاملين علينا باش مره اخرى ما كتبقى تسنى حتى شي واحد يعطيك الراي ديالو. هاد الحاجه ما عجبتكش كتطبقها. السلام عليكم. شوف عند لامارين الرئيس عنده السيكوندو ديالو كيمشي لامارين كيقولوا له تيسير الرئيس، وانا ميمي هاد السيكوندو ديالي ميمي كطلبوا لي طلب كطلبوا لي ما كيمشي يتفق معايا كيعاوني في الشغل ديالي ما كطبقوليش. وعلى هاد الكاميونات الا ما عملوش معنا الواجب كامل ديال الخدمه غادي نوقفوا. حنا خصنا نوقفوا العربيه، خصنا نوقفوا في البال هادي اللي. والسلام عليكم. هادو اللي حارقيني هنا يولي كاين خصنا دلاله ونشوفوا عاوتاني الضمان الاجتماعي ديال الدراري ضروري. اول هذه النقطه اللي خصنا نزيدو نثبتوا عليها. ماشي بنادم يبقى خدام معاك في الباركو وما كيربح معاك والو وزيد الضمان الاجتماعي ما كاينه والو. لا النقطه الاولى ندافعوا على البحري بعدا. ثاني حاجه هذه ديال الكاميونات عاوتاني والدخول والخروج اخاي نوضي باش ما نبقاوش نحاربوا راسنا بيدنا. راه الدخول والخروج هي احسن نقطه بعدا في هادشي ديال الثمن والتخربيق. واش تا جايب 400 صندوق وكتولي تعمل الصباح؟ لا يخدم بنادم يخدم الله يجعلو يجيب اللي بغا بحق يخدم يدخل داخله وحده دخل ينزل وخايم 100 صندوق ما يوليش يربحها. وهادو هما النقطات اللي عندها خاينين. ونهار الخميس كيدخل حتى العشاء وكيخرج في الجمعه في 5 الصباح. فين هاد الراحه عندكم؟ وريوني هاد البحر اللي كيعايش الانسان الميلود هو بيت خلقيه خدام بالنهار. اللهم هذا منكر. شكون اللي عاملو؟ حنا الجمعه ملي تفرقوا الناس من الصلاه خرج للبحر. الجمعه ما كايناش 4 الصباح ولا 5 الصباح ولا خلينا حتى العشاء. حنا ما عندناش يا اخي الراحه، ما عندناش حنا كنديروا شهر ديال الراحه ولا 3 شهور ديال الراحه البولانجيه. نطلع البارك والبارا ديالهم واش ما كرهش غير كيطلعوا يديروا باتي دي فوق هنا هو سير خرج. اذا شاف وقتو لا عاد يضرب بحال 10 يوم ديال الراحه. اذا ما كانش اللاباريين والمواطن ما كيتخسروش 5 سنين 6 سنين كرهش اللاباريه انت كطحن. اما لو ولينا كنخدموا 24 ساعه على 24 الجمعه السبت الحد الميلود الليل الكبير الله يرضي. مع الانسان ما يموتش. يا بنت الله محمره جدت في الديور ديالها وحده اخرى طايحه لك هذه 10 هذه 20 هذه 15. والجمعه رجال الله يرحم الوالدين حتى نجوج النهار. فهمتيني؟ هذه النقطه اللي كنقول انا ما كاينش لا 4 الصباح ولا 5 الصباح ولا قايد بنادم الجمعه. ممكن نوصلوا للحل ملي غنخرجوا ان شاء الله الا بغى الله بواحد القرار هنايا ملزم. كيكون ملزم لانك غتثني عليه كيولي ملزمك. هو راه تعاقدي بينك وبين
رئيس نعم. متفق عليه، يعني ملي يقول مثلا راه وصل العيد، خلى عبد القادر قال لك راه وصل العيد مثلا نهار الراديو الشرفه، راه اتفقنا بلا نهار الاربعاء والخميس راه ما خارجينش، يعني ماشي نسيت ولا ما سمعتش، راه صافي راه وليتي متعاقد على هذه الكلمه، حيت راه من هنا خرجتي متفق معنا بلا راه النهار نخرج بواحد القرار، باش تقول لي لا خصنا تنجمعوا عاد نسولوا على الاربعاء والخميس. هنا كنعمل نحن اعضاء الجمعيه وارباب والربابنه المنخرطين قررنا ما يلي: تحميل الجمعيه المسؤوليه التامه بالنهوض بالقطاع والتدخل في المخالفات التي يقوم بها الربابنه والتجار، ودعم البحار في حل مشاكله وتنظيم الصف. التدخل الفوري لدى مندوبيه الصيد لحل مشكل القطاع. الالتزام بالنظام والتعاون بين الربابنه حتى يزدهر القطاع. طلب الامن داخل الميناء. محاربه الاسماك الداخله على الميناء. طلب موجه الى مندوب الصيد في التعامل مع خليفه الربان. الضمان الاجتماعي هو نقطه. عدم الدخول والخروج مرتين، والخروج يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه. إشراك جميع فعاليات القطاع بالنهوض بميناء العرائش، وإعطاء المسؤولية التامة لرئيس الجمعية.